السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معايا بقى أصحابي الحلوين جايين يذاكروا بقى عشان يبقوا شطار قبل ما يروحوا المدرسة. عرف أصحابك باسمك. مالك. رايح سنة كام يا مالك؟ كي جي كي جي 2. ها، عرفي أصحابك باسمك. 2. ماسة، رايحة سنة كام يا ماسة؟ برافو عليكم. طبعا هما جايين ناسيين الحروف. ناسيين ايه يا مالك؟ الحروف. بدأنا نراجع الحروف واحنا بنراجع علشان نكسب وقت هناخد صوت الحروف. يعني احنا راجعنا النهارده من تعالي مالك كده نوري اصحابنا احنا راجعنا ايه الاول. راجعنا من الالف للخاء. تمام، عشان هما كانوا ناسيين شويه من الالف للخاء وعملنا تدريبات عليها. طيب انت كمعلمه او كأم بتذاكري لاولادك هتبداي تراجعي الحروف كلها من البدايه، تاخدي 5 حروف مع بعض، 4 حروف تبع مستوى ابنك او بنتك. بعد كده عشان ننجز في الوقت احنا النهارده اخدنا صوت حرف الالف وهناخد كمان كلمات عليه علشان الوقت يا جماعه ما نضيعوش على الاولاد. احنا قلنا يا مالك ان كل حرف ليه اسم وليه ايه؟ صوت. برافو عليك. وقلنا اللي بيحدد صوت الحرف الفتحة. ها، الفتحة وايه؟ والإي والكسر. لا الاول اسمها ايه الشرطة دي؟ كسرة. كسرة. ودي اسمها ايه؟ ضم. لا الاول دي اسمها ايه؟ ضمة. والدايرة الصغيرة الدائرة دي اسمها سكون. سكون. طب نقول صوت الحرف مع اصحابك كده يا مالك. احنا قلنا هو اسمه الف. اسمه ايه؟ ألف. الف. طيب الف فتحة هنقراها نقولها ايه؟ حركة قصيرة طيب وألف كسرة إي وألف ضمة أو وألف سكون. قلنا السكون بيخلي الحرف ايه؟ ضعيف. ضعيف، ما بيعرفش يتنطق لوحده، لازم نقوله مع الحرف اللي قبله. هنذاكر كده لأولادنا علشان ننجز في الوقت. إي أو وهنكتبهم دلوقتي وبعدين هناخد كلمات عليهم. نشوف ماسة الشاطرة الجميلة اللي هتقول لي صوت حرف الألف. يلا يا ماسة قولي لي صوت حرف الألف دي نقولها إيه؟ ودي ودي ودي. برافو. طب احنا عايزين نتأكد ان الولاد فاهمين مش حافظين. هنسأل عشوائي. ماسة دي هنقولها ايه؟ برافو. ودي هنقولها ايه؟ لا. برافو. ودي هنقولها ايه؟ لا السكون. برافو. والكسرة. برافو عليكي. يبقى كده الولاد فاهمين. طب احنا هنفهمهم ازاي وهنقول لهم ايه؟ هنقول لهم ان الفتحة بفتح بقي وانا بقول صوت الحرف. افتح بقك كده. ايوه تاني. الكسرة كأني ببتسم وكلها اسمها حركات قصيرة ما بتاخدش وقت. قولي لي صوت الالف بالكسرة. تاني. شفت بقك كأنك بتبتسمي. وهنقول لهم الضمة بضم بقي وانا بقول صوت الحرف. الالف ضمة. الف ضمة. ممتازة. الالف سكون بيخلي الحرف ايه السكون؟ ايوه بس بيخليه ايه؟ قوي ولا ضعيف؟ ما ينفعش يتنطق لوحده. الف سكون مش قادر يتنطق لوحده، عايز حرف قبله عشان يتنطق معاه. احنا هنمشي كده بالحروف بالترتيب او بترتيب المنهج بتاعهم، مفيش مشكله. المنهج بتاعهم بادئ بالالف وبعدين الميم وبعدين الباء وبعدين الفاء، مفيش اي مشكله. المهم واحنا بنراجع الحروف لطفل داخل كي جي 2 لازم يا جماعه ننجز في الوقت علشان نلحق يستوعبوا المنهج الجديد والمنهج اللي هيدخلوا عليه. فاحنا راجعنا وفي كل حصه هنكمل المراجعه وفي نفس الوقت ناخد منهجنا. كملي يا ماسة الكتابه بتاعتك ونقرا يا مالك واحنا بنكتب. قول صوت الحرف اللي انت بتكتبه. برافو. الف سكون ضعيف. اكتب يلا يا مالك. هنا ماسة ومالك خلصوا كتابة صوت حرف الألف بطريقة جميلة جدا وبطريقة صحيحة. طبعا كاتبين الألف واقفة على السطر، ممكن يكون في شوية ملاحظات في الخط بس طبعا يعني بنحاول مع التدريب بنصلحها وما نحبطش الأطفال يا جماعة. يعني نشجع عشان يحبوا المذاكرة. أنا مبسوطة منكم جدا 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 عشان الخط الجميل ده يا ماس، الجمال والحلاوة دي. طب هنديهم ايه بقى بعد كده؟ ننجز في وقتنا ازاي؟ بصوا بقى، مين الشاطر اللي هيعرف يقرا؟ ها، مين اللي يعرف يقرا؟ مين يا ملك يعرف يقرا؟ طب مين عايز يقرا؟ ها وانت يا ماس عايز تقري؟ عايز تتعلمي القرايه بسرعه بسرعه وتقري بسرعه؟
طب يلا تعالوا نعرف نقرا كده مع بعض الكلمه دي هنقراها ازاي. قولوا لي كده، احنا قلنا لما بنكتب الالف، بص في الكراسه يا مالك، الالف وعلى فتحه بنقراها ايه؟ برافو، طيب وده حرف ايه اللي جنبها ده؟ سين هنقوله سا، عليه فتحه هنقوله ايه؟ طب قولوهم مع بعض كده. ها تاني اسرع يا ماسة. برافو، تاني قولي يا ملك لوحدك بقى. سا سا سا. طب لو جه حرف الدال الشقي مسك في السين، شايفين هنا السين متصلة، السين هنا ايه يا ولاد؟ متصلة، يعني مادة ايديها هتشبك في الحرف اللي بعديها، الحرفين دول مع بعض سا سا. جه حرف الدال الشقي ومسك فيه هنا، بقت كلمة ايه؟ أسد. أسد د. بقت كلمة ايه؟ برافو مالك، سقف لماسة، سقف لماسة جامد عشان هي اللي عرفت الكلمة. برافو، أسد. كلمة ايه؟ أسد. برافو عليكم. طيب تعالوا نكتب كلمة كمان، هنكتب كلمة الحرف الألف واقف في آخر الكلمة. طبعا المنهج الجديد نازل إن إحنا، أو طريقة تعليم القراءة الصحيحة، إن إحنا ندي كلمة الحرف في الأول وفي الوسط وفي الآخر. بصوا يا حبايبي كده، مين عارف الحرف ده؟ حرف إيه؟ ناسينه ولا فاكرينه؟ لا اللي عليه نقطتين ده، طبعا هما ناسيين الحروف إحنا بنراجع. لا التاء مش ملفوفه من هنا كده، التاء بتبقى شرطه بس. قاف. مش دي القاف؟ مش ده حرف القاف؟ نسينا القاف صح؟ هنراجعه وهنكتبه مع بعض. ده حرف القاف يا ولاد. شوفوا بقى المراجعه، شوفوا الكلمات يا جماعه، واحنا بندي الكلمه بنفكرهم بالحروف، يعني بيتعرفوا على الحرف جوه الكلمه كمان. لما اجي اوصل للقاف هتلاقيهم خلاص فاكرينها. طيب القاف لو حطينا عليها فتحة نقراها ايه؟ قا. هيشبك فيها صوت حرف ايه ده يا مالك؟ راء. برافو، ادي الراء متزحلقة من على السطر وعليها فتحة الراء. طب تعالوا نقرا الصوتين مع بعض. قا. قولي يا ماسة. تاني قولي يا مالك. كارا. هتيجي هنا الآ تقف هنا، يلا نقولهم مع بعض. كارا قول يا مالك. قول يا ماسة. تاني كارا طب نقولها أسرع. كارا يبقى كلمة ايه يا مالك؟ قرأ. قرأ يعني بيقرأ. سقفي له يا ماسة، سقفي له سقفة كبيرة. برافو عليك. ايه ده، بقينا نعرف نقرأ؟ ده احنا قرينا كلمة أسد وقرأنا كمان كلمة قرأ صح؟ برافو عليكم. طيب يلا كلمة بقى فيها الألف واقفة في النص. بصي يا ماس، بصي يا مالك، حرف ايه ده اللي زيه بس نقطة واحدة؟ حرف الايه؟ الفاء. حرف ايه اللي قدامكم ده؟ فاء. حرف ايه ده؟ فاء. طب الفاء لو عليها فتحة هنقرأها نقولها ايه؟ فاء. حركة قصيرة. فاء. هيجي يشبك فيها الألف الساكنة الضعيفة. لازم ننطقهم مع بعض يا مالك في صوت واحد، ما اقولش فاء اقولها اسرع. فاء. يلا تاني. فاء، عشان الالف هنا على سكون لازم اقف عليها. لازم ايه؟ اقف عليها. عشان هي قوية ولا ضعيفة؟ ضعيفة. عشان عليها ايه؟ سكون. عشان عليها ايه يا ماسة؟ سكون بيخلي الحرف ايه؟ ضعيف. لازم اقرا مع اللي قبله. فاء. وهيجي هنا صوت، حرف صوته عامل حرف ايه ده؟ ايوه السالي. حرف الاسم ايه بقى؟ اسمه سين. برافو مالك، اسمه ايه؟ سين. صوته عامل ازاي؟ سا. الساء هنا منفصله واقفه في اخر الكلمه. فأس. كلمه ايه دي؟ فأس. عارفين الفأس؟ ايه هو الفأس ده يا ماسة؟ ايه الفأس ده؟ اللي بنقول عليه الفاس، عارفاه؟
عارفه يا مالك الفأس؟ هوريلكم في الصورة دلوقتي. بس الفأس ده اللي هي أداة من أدوات الفلاح، بيمسكها وبيشتغل بيها في الأرض بتاعته. عرفناه؟ طيب دلوقتي بقى هنكتب ال3 كلمات الجمال بتوعنا دول. دي خطوة بقى كتابة الكلمات. هم ال3 كلمات اللي قرأناهم مع بعض هيبدأوا يكتبوها، وهم بيكتبوا لازم يقرأوا أصوات الحروف اللي بيكتبوها. كل حرف بيكتبه يقولوا صوته. هنكتب ال3 كلمات دول، وبعد كده هنحللهم لمقاطع، يعني هنقسمهم كده لمقاطع صوتية. وبعد كده الحصة الجاية طبعا قبل ما نبدأ في الجديد لازم نتملى الكلمات القديمة، ونقدم مساعدات للطفل، مساعدات أساعده، أحسسه إنه كتب، أحسسه إنه قرأ، أحسسه إنه اتملى لوحده، أحسسه إنه هو أنجز وعمل حاجة كويسة. كده إحنا هنشجعهم ونخليهم يحبوا المذاكرة، ونخليهم يدوا أكتر وأكتر وأكتر. مين هيكتب بخط جميل؟ مين هيكتب بخط جميل؟ مين متحمس يكتب؟ ال3 كلمات اللي خدناهم ايه؟ قولوا معايا. أسد، فأس، قرأ. قولهم يا مالك لوحدك. أسد، ها فأس، قرأ. برافو. ماسة قولي لي ال3 كلمات يلا. أسد، ها أسد، فأس، قرأ. برافو عليكم. سقفوا نفسكم سقفة كبيرة قوي 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 قوي. يلا قولوا أصحابكم باي باي وخلوهم يذاكروا زيكم. قولهم باي باي يا مالك. باي باي. اعمل بإيدك باي. يلا يا ماسة قولي لهم باي. لازم يذاكروا بشطار زيكم. يلا السلام عليكم.